اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء، ودي قناتي الجديده. طبعا للناس اللي كانت عارفاني، انا كان عندي قناه كيكات وحلويات، بس يعني بعتها الفتره اللي فاتت، ودي قناتي الجديده لظروف يمكن بعض من المتابعين القدام كانوا عارفينها. المهم يعني انا عملت قناه جديده، احب ان انتوا تشرفوني فيها كده. واول فيديو فيها هنعمل الكايزر. القناه دي هتبقى مختلفه عن كيكات وحلويات. كيكات وحاجات كانت تورت وجاتوهات بس، لكن دي ان شاء الله هتبقى كل حاجه باذن الله، روتين ومطبخ حلو وحادق ومعجنات وتورت وجاتوهات باذن الله. يا رب فيديوهاتي تعجبكم. ادعوا لي كده ان ربنا يكرمني وبالتوفيق، ونقدر كده نعمل مشتركين زي القناه التانية ويمكن اكتر. وان شاء الله دي هتبقى فيها انتظام، لان القناه الاولانيه يعني قعدت فتره ما نزلش على فيديوهات لظروف. المهم هنسمي الله كده ونقول عملنا ايه. احنا هنعمل قيصر النهارده باذن الله، قيصر بطريقه سهله، قيصر اقتصادي. كيلو دقيق هقولك هيطلع معاكي قد ايه، وهقولك المقادير بالكوبايه، وهجيب لك يعني انا جايبه لك اسهل طريقه تقدري تنفذيها في البيت بالناس اللي كانت بتبقى مستصعبه القيصر. ان شاء الله الفيديو ده يعجبهم ويعتمدوه. بصوا القيصر عامل ازاي، ما شاء الله الله اكبر، يعني بيتكلم عن نفسه. هنسمي الله كده ونبدأ ونقول عملنا ايه. انا جهزت حلة العجان. طبعا للناس اللي عارفاني انا والله مش بقدر اعجن على ايديا، فانا هعجن في العجان، بس هي الطريقة سهلة وتقدري تعتمديها لو عندك عجان او مضرب كهربائي او على ايديكي. ايه الطريقة سهلة ان شاء الله. احنا هنعمل مقدار كيلو. معايا كيس خميرة فورية، الكيس ده بيبقى وزنه 12 جرام، او معلقة كبيرة، يعني معلقة كبيرة من الخميرة الفورية او كيس، او 12 جرام. معايا نص كوبايه من السكر، او مع 4 معالق من اللي هي بتاعه الاكل، يعني 4 معالق من السكر، او نص كوبايه زي ما انتم شايفين كده اهو. المج ده اللي هو المج اللي بيبقى موجود في كل بيت العادي، نص كوبايه. تمام. او 4 معالق من السكر. حطيت نص كوبايه، نص معلقه صغيره اللي هي معلقه الشاي، نص معلقه من الملح. تمام. بصوا الميه بقى، انا نفس الكوبايه هي اللي انا عايرت بيها. بس حطيت كوبايتين ولسه في ميه عاديه خالص، اللي هي الفتره العاديه، مش دافيه ولا حاجه. تمام. يبقى احنا كده حطينا كيس الخميرة، وحطيت نص كوباية من السكر اللي هي 4 معالق، وكمان ودي ده دقيق التقوى او دقيق الكوثر او دقيق متعدد الاستخدامات، يعني المعجنات اللي هو بيبقى 72% استخراج، 72% ده بيبقى حلو جدا للمعجنات او المخبوزات. حطيت المادة الدهنية كوباية، نفس المج ده حطيت كوباية. طب ايه هي المادة الدهنية عندك؟ ممكن تحطي نص كوباية من الزبدة على نص كوباية من الزيت، او ممكن تحطي نص كوباية من السمنة على نص كوباية من الزيت، او نص كوباية من السمنة على الزبدة، او ممكن تحطي كوباية كاملة من الزيت. يعني ال المادة الدهنية زي ما تحبي، او المتوفر عندك، لان احنا بنقول طريقه اقتصاديه باذن الله. تقدري باي ماده دهنيه تشتغلي بيها، ما فيهاش اي مشكله. يعني انا جربتها بكل الطرق وطلعت النتيجه ممتازه. تمام. لازم طبعا اشغل كده العجان اول حاجه على الهادي خالص كده، يدوب لي السكر مع الخميره مع الملح مع الماده الدهنيه، علشان اتاكد بس من ان الخميره تمام. بتطلع ميه في قطع صغننه كده، يبقى خلاص الخميره شغاله وزي الفل. يعني الخميره الفوريه لو مركونه ولا حاجه مش بتطلع الفقاعات دي، فخلي بالكم من الموضوع ده. لازم ندوب الاول الخميره مع السكر. بس انا يعني حبيت اقلب كله مع بعضه، لان انا متاكده من الخميره واشتغلت بيها كذا مره، فيعني كنت جايبه كذا كيس في وقت واحد، فالدنيا تمام. بس انت بالنسبه لك يعني لو هتشتغلي بخميره، دوبيها الاول في كوبايه كده مع السكر، ولقيتيها ابتدت ترتفع معاكي كده، ابتدي بقى حطيها على الميه وعلى بقيه الحاجات. انا كده ده كيلو دقيق زي ما انتم شايفين كده، انا نخلته ورجعته تاني، يعني فاهمين، انا كنت نخلاه. هو اصلا دقيق التقوى بيبقى جميل جدا، مش بيطلع اي حاجه، بس انا نخلته ورجعته كده تاني، بس حبيت احطه لكم عشان اعرفكم ان الكميه كيلو يعني. بنزل كده طبعا انا مطيه العجان خالص، يعني انا كده عاملاها على اول سرعه على الهاديه، علشان ما بعطرش الدنيا دقيق كده ويبهدل الدنيا حواليا. ده كيلو دقيق، حطيته كده بالتدريج زي ما انتم شايفين على المقدار الميه اللي قلت لكم عليه، اللي هو كوبايتين من المج العادي. طبعا انا لسه هحتاج ميه تاني، بس هقول لكم
الميه اللي احنا حطيناها قد ايه في الاخر، علشان كل نوع دقيق بياخد كميه ميه مختلفه. انا هوريكم احنا وصلنا لحد ايه في القوام، علشان تبقوا عارفين القوام بتاع المعجنات بيبقى عامل ازاي. يعني المعجنات كل ما تبقى يعني سلسة وطرية معاكي كده في التعامل، بتطلع معاكي نتيجة ممتازة، وما بتخلوش مكتوم، وبيطلع من نتيجة كويسة. بصوا انا عليت شوية وابتديت الم كده العجينة، ومعايا مج كمان مليان، وهبتدي انزل بالتدريج. بصوا طبعا في البداية بيبقى العجين تحسوا ان هو شادد، ده كده لو انت هتعجني على ايديكي. يعني هتحطي برضو الكمية كوبايتين، وهتبتدي تلمي وتزودي الكوباية التانية بالتدريج لحد ما تلم معاكي العجينة، وتطلع بالنتيجة اللي انا هوريها لكم. يعني احنا كده كأننا بنعجن على ايدينا. انا بصوا ما علتش العجان قوي، وبعد كده اهو هبتدي بقى اعليه علشان يلم معايا، لان ده بقى المرحلة اللي بنعجن فيها وبتطلع العجينة بملمس طري. بس طبعا انا يعني مسرعة الفيديو شوية. بصوا انتوا زي ما انتوا شايفين كده لازم الم العجينه. بص اهو كل ما احس ان العجينه لسه معايا مش طريه وبتخبط كده في العجين، تحسوا ان ايه لا تقيله برضو، بروح مزوده شويه من الميه. بصوا اهو زي ما انتوا شايفين كده، بلم كده بلم وهبتدي ازود ميه تاني. احس ان الميه لا لسه برضو، يعني هي كده لغايه دلوقتي كده كوبايتين ونص، يعني لسه ما خلصتش الكوبايه التالتة. تمام. انا كده حطيت مع الدقيق ربع معلقه من البيكنج باودر وانا بحط الدقيق. هنا بقى في خلاص في اخر مرحله، وحسيت ان العجين لم معايا وابتدى يطرى، بحط مكعب من الزبده، يعني قد معلقه من الزبده او زيت، او يعني اي ماده برضو دهنيه تلمي بيها العجين، بيخلي العجينه تنعم معاكي. حتى لو بتعملي العجين ده على ايديكي، تقدري تحطي في اخر مرحله معلقتين من الزيت او مكعب من الزبده قد معلقه، او اي مادة دهنية بتفرق معاكي جدا في المرحلة الاخيرة. يعني جربيها بجد هتفرق معاكي جدا، وهتطلع لك النتيجة ممتازة، وهتخلي العجينة معاكي طرية وناعمة، والملمس بتاعها ناعم. لما بتلمي العجين في اخر مرحلة بمادة دهنية مش بمية، الموضوع بيفرق جدا. وبصوا ما بيخليش في العجان او في ايديكي او حاجة اي بواقي كده من العجين. الموضوع في المعجنات بيفرق جامد. زي ما انتم شايفين كده انا ايه حبيت انعم العجينه خالص، وكده هوقف بقى العجينه وهوريكم الملمس الاخير للعجينه. كل ما طبعا يعني بتلموها كويس وتنعموها حلو، بتطلع معاكي النتيجه حلو. بصوا العجينه بصوا ملزقه، بصوا تلزيق بسيط، يعني هي مش معجنه معاكي كده، ومش ناشفه. بصوا انا بوريكم بصوا ملمسها عامل ازاي، ممتازه. هي دي بقى اللي احنا العجين الملمس اللي احنا عايزينه. هحط على وشها بس كده شويه من الزيت عشان لما تختمر معايا، واغطيها ما تلزقش في الاسترتش راب اللي احنا هنغطي بيه. يعني بحط كده معلقه صغننه من الزيت وبلم بيها العجينه، وبعد كده ببتدي اغطيها. تمام. انا حطيت معلقه بس، طبعا يعني عندي ما شاء الله الكاميرا كل شويه تقف. بصوا بقى لما اختمرت، بصوا بتطلع زي خيوط كده، الخيوط اللي جوه دي هي دي اللي خلاص كده اختمرت، ودي النتيجه اللي انا عايزاها. ببتدي اجيب بقى القطعة اللي انا عايزاها، بتبقى وزنها تقريبا 50 جرام، او قد ايه البرتقانية الصغننة، اكبر من الليمونة شوية، على الميزان زي ما انت عايزة. المهم يعني ايه ان انت تحاولي تخلي القطعية كلها واحدة. بقطع كده قطعية. بص انا حسيت ان دي يعني كبيرة شوية، وبعد كده رجعت سبتها اهي. بصوا بتلم كده من تحت لفوق. استنى انا احاول يعني ابطأ لكم الفيديو شوية عشان تشوفوا انا بعمل ايه. اهو باخد كده القطعة اللي انا هشتغل فيها، وببتدي المها. بصوا من تحت لفوق بعملها زي ايه، بحاول الم كل البواقي العجين، او كله بيبقى كله في قطعة واحدة من، وبقفلها من تحت. بحط القطعة اللي انا لميت فيها العجين من تحت. بصوا اهو. بصوا تقطعيها وتبتدي تلمي لمي، وابتدي حطي كل الكلام ده اللي انتي لميتيه من تحت. تمام اهو عشان ما تفتحش بواقي العجين ده كله اللي احنا لميناه، وبيبقى ملمسها طري جدا. طبعا بنسيب مسافات بين كل واحده وواحده عشان هي لسه هتختمر تاني. يعني المعجنات بنسيبها تختمر على مرتين. مره ساعه ما تخمر بسيبها في العجان كده، او في الحله اللي انت بتعجني فيها، او ايا كان، وبعد كده بسيبها تاني تخمر في الصاج. بصوا اهي شايفين بتبقى عامله ازاي. سبتها كده خبرت. بصوا ابتدت ترتفع وتملى كده، لسه هتختمر تاني او لسه هترتفع تاني لما كمان ادخلها الفرن.
جبت كده كوبايه من اللبن، او ممكن يعني مش كوبايه لبن، انا جبت لبن وحطيته على الوش. ممكن تحطي ميه بسكر، ممكن تحطي شويه لبن بقرفه، ممكن تحطي بضايه بشويه قرفه، يعني تدهني الوش باي حاجه تديكي الدرجه لما يدخل الفرن للدرجه المحمره دي. بس انا بحب احط مسحه بسيطه كده من اللبن من غير اي سكريات ولا اي حاجه، لان هي واخده السكر بتاعها الكافي في العجن، فمش مش محتاجه كمان الوش يبقى فيه اي ماده يعني اي حاجه سكر. بعد ما دهنت كده ابتديت اوزع سمسم كده على الوش. ممكن تحطي سمسم حبه البركه زي ما تحبي بقى. بصوا تمام. سخنت بقى الفرن على درجه حراره 200، شغلتها من فوق وتحت، ولما الفرن سخنت ابتديت ادخله الفرن. خد معايا من 10 دقايق لربع ساعة، ما بياخدش اكتر من كده، طبعا على حسب حرارة الفرن عندك، ممكن ياخد اقل ممكن ياخد اكتر. بس لما تلاقيه ابتدى ياخد لون من تحت ولون من فوق خلاص كده تمام، وبالهنا والشفا. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني. قولوا لي رأيكم ايه في القناة الجديدة، وشكرا ليكم، واستنوني في الفيديو اللي جاي. دمتم لي سالمين.